عالم البلطجة وتصفية الحسابات مش بس مجرد حوادث عادية، دي بتكشف عن إمبراطوريات موازية بتدار في الخفاء. والنهاردة هنتكلم عن اسم هز الرأي العام سنين طويلة، صبري نخنوخ، اللي رجع تاني يتصدر المشهد بعد مفاجآت صادمة فجرتها النيابة العامة. تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض، وقبل ما نبدأ لايك وشير للفيديو. بتبدأ الحكاية لما الشرطة قبضت على صبري نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد بعد خناقة كبيرة في معرض سيارات بالتجمع الخامس، لكن الموضوع موقفش عند حد الخناقة. النيابة طلعت بيان كشفت كوارث حقيقية. زي ايه؟ زي تجارة الآثار. تبين ان نخنوخ كان بيتاجر في الآثار، وتم العثور في النيابة العامة على 10 قطع أثرية داخل منزله، وكمان حيازة أسلحة. تم ضبط ترسانة أسلحة داخل بيته شملت عددا من الأسلحة الآلية، وكمان تشكيل عصابي. كشفت التحقيقات ان نخنوخ بيتدعم تشكيلا عصابيا متخصصا في البلطجة وترهيب المواطنين وخطفهم واجبارهم على تنفيذ مطالب معينة، وكمان ابتزاز وتوثيق. عثرت النيابة على الموبايل الخاص به، والذي احتوى على مقاطع فيديو مصورة لأشخاص بيتم إجبارهم على فعل أمور معينة، وهو ما يرجح قيامه بأعمال ابتزاز، وكمان شبهات غسيل أموال. علاقة رجل الأعمال أحمد الحداد بالمتهم صبري نخنوخ، موضحا أن ثروة الحداد بيعتقد أنها جاءت من شراء ممتلكات عربيات وفلل بتخص محمد علي الهارب بأسعار زهيدة ثم بيعها بأسعار عالية، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن تجارة السيارات والعقارات هي الباب الخلفي لغسيل الأموال في مصر. وكشفت النيابة عن شبكة معقدة من العلاقات المالية والمصالح التجارية اللي أحاطت بصبري نخنوخ، وبتتمثل في إيه؟ في علاقة رجل الأعمال أحمد الحداد بمحمد علي. طبعا رجل الأعمال أحمد الحداد صاحب معرض السيارات وشريك صبري نخنوخ، ارتبط اسمه بمحمد علي اللي وصفوه انه كان بيهاجم الدولة وهارب لحد دلوقتي. وفقا لما ذكروا ان احمد الحداد قام بشراء كافة ممتلكات محمد علي من سيارات وفلل وشركات قبل هروبه، واشتراها يعني بسعر بسيط او زهيد الثمن، وبعد ذلك قام ببيع هذه الممتلكات باسعارها الحقيقيه، مما ساعده على تكوين ثروه كبيره غير معروف مصدرها الاصلي. وكمان في شبهات غسيل الاموال. طبعا الثروه الضخمه اللي جمعها احمد الحداد مكنته من الدخول في شركات متعدده، منها مشاركه قصر الكبابجي، وطبعا مشاركه صبري نخنوخ. وبالنسبه لحقيقه الفيديو المتداول على السوشيال ميديا لنخنوخ، طبعا مؤخرا بيظهر ان في صبري نخنوخ هو بيتوعد على فتح الرؤوس الكبيره، والفيديو اكد ان المقطع ده طبعا احنا مش حقيقي، وان هو مش الفيديو ده مش متداول حاليا، وانما الفيديو ده فيديو قديم بيعود لسنه 2012 وقت القبض على نخنوخ ومحاكمته في الوقت ده، وبيتم تداوله حاليا في سياق الكلام او سياق القبض على صبري نخنوخ حاليا. وفي النهاية قضية صبري نخنوخ بتثبت ان القانون فوق الجميع، وان مهما كانت سطوة الشخص او نفوذه بيجي لحظة والحقيقة بتبان وبتكشف كل الخيوط. وان شاء الله الايام الجاية هتكشف لينا مين هم اللي ورا كل ده، وهل فعلا الرؤوس الكبيرة هتتحاسب زي ما بيقولوا، ولا هيفضل اللغز مستمر. ما تنسوش دعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة، ولسه جداد معانا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي.